مرحبا بكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في سميرة كويزين. بداية نحب نقول للناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك، بالضغط على المربع الأحمر أسفل الفيديو، اشتراك، سبسكرايب، أبوني، واكيد ما تنساوش تفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد للقناه. كيف كتشوفوا اليوم كنقترح عليكم وجبه الغداء سهله في التحضير وبسيطه، المرقه باللحم والخرشوف. كيف قلت لكم المرقه باللحم والخرشوف وبطاطا. هذه هي المائده ديال الغداء ديالنا. الحمد لله. صراحه هاد النوع تاع المرقه بالخرشوف كيتواتى معها اما البطاطا والزيتون او جلبانه. فهادو هما الاشياء اللي كيتماشاو مع الخرشوف. صراحه كتجي المرقه لذيذه بزاف، وكتعرفوا المنافع نتاع الخرشوف او الارضشاوكي فهي متعدده كتير، خاصه الناس اللي كيعانيوا من مرض الكوليسترول. نتمنى ان شاء الله تروقكم الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش تبقاو لاخر الفيديو، هناك نصائح مهمه من خبره الوالده ديالتي باش ننجحوا في تحضير مريقات لذاذ بحال هكا. بسم الله على بركه الله. كنحتاجوا لطنجره الضغط، وانتم حرين ممكن تستخدموا طنجره عاديه، فهذا كيرتبط بالوقت ديال التحضير ديال الوصفه. المهم انا غادي نضرب قربت وقيت الغداء، فغادي نحتاجوا اللحم ديال الغنم او البقري على حسب كل واحد والاختيار ديالو. كتجي صراحه بالملج احسن حاجه ديال البقري، فاحنا الحمد لله متوفر فقط الغنمي فغادي نعملوه. عندي 5 الفصوص ديال الثومه، كيرتبط كذلك كميه ديال الثومه باللحم. عندي هنايا الملحه، عندي البزار، عندي قزبر معدنوس، عندي سكينجبير والخرقوم او الكركمه، الفلفل الاسود والزنجبيل والكزبره والبقدونس والملح. كنعاود هكذا البنات بالنسبه للناس العربيات باش هكا يفهمونا ويفهموا التوابل ديالنا شنو هما. فغادي نبداو على بركه الله. ناخذوا طنجره ديال الضغط غنحط فيها قطع اللحم اللي عندنا هكذايا في القاعده تاع الطنجره. نحاولوا نستفوهم على القاعده تاع الطنجره كامله باش هكا ملي يكونوا تيطيبوا غتوصلهم القياس نتاعهم تاع التوابل يتوزع عليهم بالتساوي، وكذلك حتى الطياب يدخلهم كاملين في نفس الوقت. غادي ناخذ الثومه وغادي نحكها. انا صراحه تنفضل نحكوا الثومه فوق اللحم، احسن اننا نطحنوها ولا، فهي على اي غادي تذوب مع الطياب. وكاين اللي كيفضل يستخدم البصله محكوكه، فكل واحد حتى هي كتصدق، ولكن الثومه صراحه كتجيب المرقه ملبيه اكثر. فغادي نحك الثومه هاد الحكاكه الصغيره. كيف قلت لكم البنات هاد المرقات ديال الخرشوف خاصه الخرشوف والجلبانه كيتواتاو بزاف، كذلك مع البطاطا فزوينين بزاف. ونصائح بالنسبه للخرشوف، فانا كنعتذر ما صورتوش لكم فاش قشرته. كنستعنوا بالحامض كثير ديال الحامض باش ما يسبغش لينا في الايادي. وكاين اللي كيقتنيه مرات كنكونوا مزروبين كنقتنيوه من السوق منقي منظف مسبقا. فالخرشوف او القوق بصفه عامه فهو مفيد جدا جدا. الناس اللي بدا عندهم هكايا الكوليسترول النوع الضار، تيقول لهم الطبيب عندكم النسبه تاع الكوليسترول فكيعطيهم حميه. فرجاء تناولوا كتير كتير، ماشي هكايا في المرقه، تتناولوه مسلوق بدون اضافات. فهو صراحه نافع جدا جدا لهكذا، لانه تيحيد لينا من الجسم كيمتص كل الدهون المضره، فهو صراحه زوين بزاف. عندنا الخرشوف سواء هذا السيقان تاعو او البذره اللي هي القوق، وكذلك عندنا الكورجيت اللي هما مفيدين بزاف بزاف لمرضى الكوليسترول. غادي نحطوا هكايا التوابل بعد ما حكينا الثومه مزيان. غنحاول نوزعها على قطع اللحم اللي عندي كامله. انا هنا نسيت ما جبتش معلقه، فانا كنخدم غير بالموس. فهكا غادي نرش كاع دوك التوابل على اللحم. وممكن نتوما اذا بغيتو تشرملوا اللحم في شي زلافه اولا في شي اناء عاد توضعوه في الطنجره، فكيبقى لكم حريه ديال الاختيار. فهذه طريقه سهله وسريعه بلا ما نرونوا الدنيا وبزاف ديال المواعن في تحضير الوجبات. فغادي نقبط واحد الكميه ديال نص كاس من الزيت، لان كتشوفوا اللحم عندنا فيها شي شويه ديال نسبه ديال الدهون. فغادي نضيف نصف كاس من زيت الزيتون، نوضع كذلك قليل من الماء ونديها تشحر على بركه الله. كي كتشوفوا فهذا ونص كاس ديال زيت الزيتون.
غنعملو على الخليط نتاع اللحم والتوابل وغادي نحرك، وتقريبا غادي نضيف كاس هذا نفسه ديال الماء ونعملو يتقلى او يتشحر على النار مهيله باش هكايا تشرب لينا اللحم النكهه تاع التوابل وتجي لذيذه في المرق. هانتوما كتشوفوا هنايا عندنا الطنجره بدات كتقلى او كتشحر، كل واحد كيفاش كيقول لهاد. كنبداو نحركوا الطرف تاعنا تاع اللحم، نقلبوهم باش هكذا يتشربوا النكهه تاع التوابل مع داك الماء والزيت، وفي نفس الوقت تعطينا واحد اللذه المرق نتاعنا. هو البنات واحد الكاس نتاع الماء باش تشحر لينا هكايا اللحم مزيان وتشرب العطريه مع راسها. وهنايا عندي الخرشوف بعد ما نظفناه مزيان وغسلناه، فعملته يتسلق هنايا في كاسروله مع الماء وشويه ديال الملح. ما سلقتوش كتير انا غادي يدخلوا الطياب مع المرقه. فهاد الماء كذلك نحاولوا نغسلوه مزيان من يكون باقي خضر، لان هاد الماء هو باش غادي نروي المرق. كتعرفوا فيه جميع الخواص والمنافع نتاع الخرشوف، فرجاء ما نحذفوش لان فيه منافع كثيره. من الاحسن اننا نمرقوا به المرقه ديالتنا، فغتجي لذيذه وغادي نستافدوا من المنافع نتاع الخرشوف كامله. فانا كنعتذر ما صورتوش لكم فاش كان خضر، لانني صراحه كنوجد دغيا الغداء، فانتهزت الفرصه انني نصور لكم معايا فيديو لما لا نتقاسم معكم الوصفه ديال الغديوه ديالتنا ديال الدار. فكتشوفوا هو هذا. غادي نصفي المرق نروي به، ومنين يدخل اللحم الطياب عاد نضيف الخرشوف. فبعد ما تشحرات اللحم مزيان غادي نروي بالمرق اولا الماء تاع الخرشوف، وغادي نسد على الكوكوت باش طيب لينا اللحم مزيان. عاد من بعد نرجع معكم. فكي كتشوفوا فهذا تقريبا كميه كتغطي لينا اللحم. غادي نسد عليه وغادي نجهد النار ونخليها حتى طيب. بعد ما طاب لينا اللحم تقريبا الكميه تاع المرق نقصات بزاف، فغادي نضيف 2 مطيشات محكوكين كي كتشوفوا في الصوره، 2 مطيشات محكوكين للمرق، وغادي نضيف فوقهم مباشره الخرشوف اللي طايب نصف طيبه. نحاول نحركو هكايا. غادي نضيفو كيف قلت لكم الخرشوف، والخرشوف تيبغي الحامض غادي ندير. كاين اللي كيبغي يعمل المصير، انا كنفضلو صراحه الحامض هكايا طري، فكيكون تيطيب مع المرق تيعطي واحد النكهه زوينه. والخرشوف صراحه تيواتيه بزاف الحامض. فنحاول هكايا نوزع الخرشوف باش يشرب النكهه ديال المرقه واللذه تاع اللحم، ونحط هكايا نص حامضه. غادي يطيب غير. وقبل ما نطفيو النار على المرق بواحد القسمين ضفت حبه ديال البطاطا. الاخ ديالي ما تيبغيش الخرشوف بزاف، كتعجبو البطاطا، فصراحه كتمشى حتى هي مع الخرشوف والزيتون. خديت الزيتون عملته في الماء غليان، غليته واحد 5 دقائق باش نقص منه الصودا. فبعد ما كطيب البطاطا ديالتنا فاحنا كنشوفوا المرق كيوصل للكثافه اللي بغينا. كنتذوقوا المرق باش نصحوا الذوق اذا خاصنا الملح ولا، وكنسربيوه كي كتشوفوا مزيان على هذه الطريقه. فيديو ديالنا سهله. الى اللقاء في فيديو قادم باذن الله. ما تنسوناش من تشجيعاتكم ودعمكم لمزيد من العطاء باذن الله تعالى. الى اللقاء.